هنا انا عملت رنساج بالترند بتاع الصبغه الاسود مزرق دي، الاسود مزرق. وبصوا خصل بقت كلها زرقاء، وحشه جدا جدا جدا، وندمت ان انا عملتها. وشفت دلوقتي هاك هجربها معاكم، لو نفعت هتبقى سحر. لان انا كل اللي شفته بيقول لي هتبقي تستخدمي بودره تفتيح مع الشامبو واكسجين 20، وانا شعري اصلا اتهلك، يعني اتهلك واتدمر من اللي انا عماله اعمله فيه. فانا كل اللي انا عايزاه دلوقتي حاليا اشيل الازرق ده بس. يعني انا عايزه اشيل كل الازرق اللي في شعري ده، لان شكلي بقى شبه الحقيقي كاني بغبغان. ايه ده؟ منظر وحش جدا بجد، وحش جدا. فالهاك اللي انا شفتها هنجربها مع بعض ونشوف does it works ولا لا. شفت ان احنا بنجيب الشامبو بتاعنا عادي، اي كلاريفاينج شامبو، يعني يكون يا ريت فيه صوديوم سلفيت، يعني يا ريت عشان ينظف بعمق، بلاش اللي هو السلفيت فري. وهنجيب حوالي 2 أو 3 من برشام الفيتامين سي عشان بيفور يعني وكده، يفتت جزيئات الصبغه التيت اللي في شعري دي. دلوقتي هروح هاخد، انا عندي فيتامين سي، اي دواء فيتامين سي عندك اللي بناخده للمناعه، رفع المناعه. هناخد كده حوالي برشامتين او 3، انا هاخد 3. يلا مش هستخسر علشان اخلص ونشوف التجربه دي فعلا هتشتغل ولا لا. هاخد 3 واكسرهم كويس جدا، اطحنهم باودر، وهخلطهم كده في شويه شامبو، وهوزعهم على شعري، وهسيبهم حوالي 5 دقايق، مش كتير لان الشامبو طبعا هيبهدل لي شعري. فهجرب التجربه دي وهاجي اقول لكم does it works or not. هجرب واجي لكم. انا حطيت اهو 3، وهستخدم الشامبو ده اللي هو بتاع سانسيلك. اهم حاجه يكون شامبو شفاف، يعني ليه؟ لان احنا مش ناقصين الوان في شعرنا. هحط كميه يعني كويسه لطيفه، وهقلبهم في الميه عشان يفور ويفتت لي جزيئات الصبغه.